بعد ما شفنا مباريات اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا وخلاص اكتمال جميع المباريات ذهاب واياب واكتمال الاربع فرق اللي هيبقوا موجودين في السيمي فاينال، الاهلي، الترجي، الوداد، صن داونز. عملت حلقه عن حلقه توقعات وقلت لك الاربع فرق اللي هيكونوا موجودين في السيمي فاينال، وبالفعل الاربع فرق اللي قلت لك عليهم هم اللي موجودين في السيمي فاينال. طبعا الحلقه دي بتنزل على القناه الجديده، فالقناه القديمه او القناه اللي موجوده على اليوتيوب برضه باسم محمود عيد موجوده الحلقه دي، فتقدر انك تروح وهتلاقي لينك القناه تحت في الديسكريبشن. ولكن لو هنيجي نتكلم على مباراه او فرقتين، فهتيجي تبص على الاهلي والرجاء، هتيجي تبص على مين يستحق الصعود، هتلاقي اللي يستحق الصعود الاهلي. وبعيد عن انتمائي كزملكاوي وكل الكلام ده كله، ولكن الاهلي والرجاء، الاهلي يستحق الصعود. الاهلي لو هنيجي نبص في الدوري فالاهلي متصدر الدوري، الاهلي بطل كأس مصر، الاهلي هيلعب السوبر كمان يومين، الاهلي منظومة محترمة، الاهلي منظومة مستقرة، الاهلي منظومة بتدور على النجاح، الاهلي منظومة عاوزة تنجح. وده الفرق ما بين الاهلي واي فريق تاني. فتيجي تتكلم وتقول ده حظ يا معلم، دي ضربة الجزاء لو كانت جت كان ممكن الماتش هوبا تيك تاك ولوك، ونقعد نهري في اي كلام. ولكن في الحقيقة ده كلام مش حقيقي، لان لو في حظ فالحظ بيجي بالاجتهاد، الحظ بيجي مع المجتهد، فما بيجيش بالكوسة زي ما بنقول. فالحظ لو موجود او بيحالفك فعشان انت مجتهد. ولكن المباراة الاولى الاهلي اجتهد، الاهلي تفوق على الرجاء، الاهلي معاه مدير فني قوي زي مارسيل كولر، الاهلي عنده لاعبين كويسين جدا، ابرزهم حسين الشحات افضل وينج في مصر من وجهة نظري دلوقتي، مؤثر بشكل كبير. الشناوي عمل الحقيقه اداء اكتر من رائع في المباراتين سواء مباراه الذهاب او الاياب. ولكن لو هنيجي نبص لبعض اللاعبين كمان زي مروان عطيه، اضافه جديده، صفقه جديده، اضافه نص الملعب اللي مش الاهلي لمنتخب مصر كمان. الرجاء بيمر بحاله صعبه جدا في الدوري المغربي، ولكن قدم مستوى رائع جدا في دور المجموعات في دوري الابطال، ولكن ما كملش ده. امبارح وانا بتكلم في حلقه ما بعد المباراه الاهلي والرجاء، فقلت مش هقول توقعاتي دلوقتي الاهلي والترجي. ليه؟ لان قلت لك الظروف بتختلف، فممكن دلوقتي ابني توقعاتي على المستوى الحالي للفرقتين، فاجي يوم المباراه اتفاجئ ان الترجي بقى اقوى او الترجي بقى فايق والاهلي فايق، فممكن نشوف مباراه كبيره. والاهلي والترجي ما تتوقعش مين يقدر يفوز. الاهلي اقوى دلوقتي وعادي جدا انه يفوز، وهيبقى مباراه وفوز الاهلي هتبقى يعني فوز عادي، فوز طبيعي، لان ده الاهلي. الترجي نادي كبير وفريق كبير، ولكن مستواه الحالي ممكن ما يتفائلش بيه ابرز محبينه. بعض الترجويه يقول لك انا قلقان من مباراه الاهلي الاجهز. ولكن لو هنيجي نبص بقى للترجي والشبيبه، فالترجي عنده في المباراه الثانيه غيابات. انت بتتكلم على حمد الهوني غايب، الشعلاني، نبيل معلول مدير فني قوي وبيقدر يشتغل، بس برضه الترجي في دور المجموعات برضه المستوى مش اقوى حاجه، عادي ان هو بيمشي الدنيا ان انا اخد نقط واصعد، فقدر يصعد عشان يقابل شبيبه القبائل الجزائري، فريق بيمتلك بعض العناصر الشباب. وفريق الترجي بيمتلك عناصر الشباب والخبره والقوه وكل حاجه، ومدير فني كبير زي نبيل معلول. ولكن لو هنيجي نبص للفتره الحاليه، هي فتره هنبني عليها ولا ما ينفعش نبني عليها؟ لا، لسه ما ينفعش نبني عليها، لان الظروف بتختلف. ظروف الوقت الحالي ممكن تختلف بعدين، تلاقي الغيابات ترجع للترجي، اللعيبه تجهز بشكل قوي جدا، مارسيل كولر والاهلي لسه عنده مباراه السوبر، فالاهلي اذا كسب فهياخد دافع اكبر، فالاهلي لو خسر مثلا من الزمالك في السوبر فممكن المباراه ديت او البطوله دي تاثر بالسلب على اللعيبه في باقي البطوله او في باقي المرحله الجايه. ده مثلا على سبيل المثال. وطبعا انا كزملكاوي فان شاء الله السوبر يكون للزمالك رغم الصعوبات اللي بيمر بها نادي الزمالك. ولكن هنا الزمالك والاهلي، فزملكاوي اتمنى طبعا فوز الزمالك ان شاء الله يعني باذن الله، رغم ان املي في الفوز صعب او ضعيف جدا بسبب الظروف الصعبه وضعف مستوى الفني للزمالك وقوه مستوى الفني بالنسبه للاهلي مع مارسيل كولر. ده بالنسبه للاهلي والترجي. فبلاش نبني توقعاتنا دلوقتي. الوداد وسيمبا مباراه اولى
كان مستوى مش هقول اقوى حاجه للوداد، او حتى المستوى الحالي للوداد في دوري ابطال افريقيا مش شايفه اقوى حاجه. لا، الوداد عنده احسن من كده، عنده لعيبه كويسه بس الوداد افضل من كده. مش ده الوداد اللي كان مع وليد الركراكي، مش ده خالص. ولكن الوداد المباراه الثانيه قدر انه يحرز هدف في اول 24 دقيقه، ولكن ما قدرش ياخد ده دافع ليه، فلجأ للركلات الترجيح. ولكن كان قلوبنا مع الوداد والحمد لله صعد. ولكن الوداد هيصطدم او اصطدم بخصم قوي جدا اقوى من سيمبا، خصم هو المرشح الاقوى من وجهه نظري للفوز بالبطوله، رغم ان الاهلي والوداد والترجي فرق كبيره يترشحوا كمان للفوز بالبطوله. فانت بتتكلم على اربع فرق دايما هم الاوائل في اخر، لو هتيجي تبص لاخر 10 سنين فهتلاقي دايما الاربع فرق دول موجودين في الادوار الاقصائيه: اهلي، وداد، ترجي، رجاء، صن داونز دايما. فالوداد وصن داونز لو هتيجي تبص للمواجهه دي، لو هنيجي نبني للماضي فهتلاقي الوداد دايما بيطلع صن داونز. يعني لو هتيجي تبص 2019 خماسيه صن داونز قدام الاهلي، هوبا قبل النهائي الوداد بيطلع عادي صن داونز عادي. السنين اللي بعدها كل النتائج تروح للوداد. ولكن صن داونز في الوقت الحالي غير صن داونز السنوات اللي فاتت. الوضع مختلف، القماشه اختلفت رغم الامكانيات اللي موجوده عندهم في التكنيك او التكتيك على ارضيه الملعب. مدير فني جديد، لعيبه جديده من بدايه حارس المرمى لحد الخط الهجومي، تغييرات شامله، طموح جديد، دوافع جديده انهم يفوزوا ويكونوا ابطال افريقيا. عاوزين يفوزوا بالبطوله الثانيه، فازوا بالبطوله الاولى على حساب الزمالك في 2016، عايزين يفوزوا بالبطوله الثانيه. مع في الوقت الحالي من وجهه نظري ان الوداد خصم مش اقوى حاجه، ولو هنيجي نبص على الورقه والقلم فصن داونز اقوى. ولكن في الملعب سيبك من الورقه والقلم، قطع الورقه والقلم كده وارميهم، لان في الملعب الاجواء تانية خالص. 11 ضد 11، رجولتك، حماسك، تكنيكك، تركيزك، قوتك، البدني بتاعك. وهنا البدني فريق الوداد وقع بدني بشكل كبير جدا امام سيمبا في اللحظات الاخيره. فهي دي النقطه المهمه اللي عاوز اتكلم معاك فيها. فريق سيمبا كان ممكن انه يحرز هدف، ولكن كان خلاص هو عاوز يعتمد ويوصل لركلات ترجيح فوصل، بس خلاص الحمد لله الوداد صعد الحمد لله وهيقابل صن داونز. ولكن صن داونز فريق قوي جدا بدنيا، فلازم الوداد يشتغل على نفسه بشكل قوي جدا. ولكن هنسيب حرق التوقعات، لان قلت لك لو هنبني توقعاتنا في الوقت الحالي فهتكون ظالمه، اهلي وترجي او وداد وصن داونز، لان الامور بتتشقلب والامور مختلفه بشكل كبير جدا. طبعا رحيل خلاص فريق بلوزداد بعد الخساره من يعني فريق طبعا صن داونز في المباراه الاولى 4-1 وفي المباراه الثانيه 2-1، فنتيجه 6-2 للمباراتين. كفايه عظمه لحد كده، واستنوني في حلقات جايه كتير جدا هنتكلم فيها بكل التفاصيل. تابعوني على القناه الثانيه وهتلاقي كل لينكات السوشيال ميديا كلها في الديسكريبشن، فانزل ودوس وتابعني على كل السوشيال ميديا. وكفايه عظمه لحد كده، واستنوني في حلقات جايه كتير. سلام.